ريم كانت واحد البنت زوينة بزاف، عينيها فيهم واحد الحزن مخبي، شعرها طويل وكحل بحال الليل. كانت ساكنة مع والديها في دار كبيرة في كازا. كلشي كيقول عليها بلي واحد البنت مدللة، ولكن الحقيقة ماشي هي هاديك. حيت ريم كان عندها واحد السر اللي هو كبير. قلبها كان مع واحد الشاب سميتو سليم. سليم ما كانش غني وكان بسيط ولكن طيب، كيخدم بالجهد ديالو. هنا كانوا تعرفوا صدفة. كانت ريم خارجة من الجامعة ومن داك النهار تبدلت حياتها. كان كيهضر معاها باحترام، كيضحكها وكيحسسها بالامان. مع الوقت ريم لقات راسها كتبغيه بجنون. ولكن المشكلة الكبيرة، والديها عمرهم غادي يقبلوا بسليم. واحد النهار دخل الاب ديالها الصالون وقال بصوت جدي: ريم، راه خاصك تسمعي ليا مزيان. لقيت لك واحد العريس اللي مناسب لك، سميتو كريم، ولد عائله معروفه وغني وغادي يتزوج بك. ريم هنا بقات ساكته، ولكن قلبها كان كيتكسر. في الليل خرجت كتبكي في البالكون وعيطت لسليم: سليم، بابا راه بغا يزوجني. سليم سكت لي لحظه ومن بعد قال بصوت مكسور: واش كتبغيني يا ريم؟ جاوباتو هنا بلا تردد: كثر من حياتي. ويهضر معاها بجديه: شوفي، الى نهار العرس ديالك قرب انا مستعد نهرب بيك. ريم هنا تسمرات في بلاصتها: واش غادي نهربوا؟ حيت ما نقدرش نشوفك كتكوني ديال شي واحد اخر. من داك الليله بدات خطه الهروب، ولكن ريم ما كانتش عارفه انها غادي تبقى في حياتها كامله. الناس عامره والتحضيرات. الام ديالها كانت فرحانه بزاف وكتقول لكل شيء: ايوا بنتي غادي تولي مرات واحد من اغنى العائلات في كازا. ولكن ريم كانت كتضحك قدام الناس غير بالمظاهر، اما قلبها كان مع سليم. نهار الخطوبه جا كريم مع العائله ديالو، كان لابس كوستيم انيق باين فيه ولد عائله غنيه وكل شيء كيشوف في العريس المثالي. ولكن ريم اول ما شافته حست براسها مخنوقه. كريم قرب منها وقال بلطف: تشرفنا يا ريم. جاوبته بابتسامه خفيفه: مرحبا. ولكن عقلها كان كيفكر غير في حاجه وحده اللي هي سليم. في وسط الحفل خرجت ريم بشويه للجردة باش تاخد واحد النفس. خرجت الهاتف ديالها وعيطت لسليم. جاوبها بسرعة وكأنه كان كيتسناها: ريم، فين وصل الأمور؟ وهي تهدر بصوت مكسور: راه داروا الخطوبة اليوم، كل شي جاب الزربة. سليم سكت شوية وبعد قال: سمعي مزيان، نهار العرس ديالك انا غادي نكون حدا القاعة. شوفي، الا كنتي باغية تبقاي معايا خرجي عندي. ريم حست قلبها كيدق بسرعة: وإلا شدونا؟ هنا ضحك بخفة وقال: انا راه مستعد ندير اي حاجة على بالك. قبل ما تجاوب سمعت صوت امها كتعيط: ريم، فين مشيتي؟ راه الضيوف كيتسناو. مسحات دموعها بسرعة ورجعت للحفل. ولكن وهي راجعة شافت كريم كيشوف فيها بطريقة اللي هي غريبة، بحال لا سمع شي حاجة. قرب منها وقال بصوت هادئ: ريم، واش كلشي بخير؟ عادي، ما كاين والو. ولكن كريم بقى كيشوف فيها بعينين شكاكين. من داك النهار بدا كيشك ان ريم مخبيه شي سر كبير. هنايا بعد الخطوبه ولات ريم كتعيش ايام اللي صعيبه. الدار كلها فرحانه بالعرس اللي قرب، ولكن هي كانت حاسه بحال داخل الحياه ماشي ديالها. الام ديالها كل نهار كتدخل الغرفه ديالها وكتقول لها: راه خاصك تفرحي يا بنتي، راه العرس ديالك قرب. ريم كانت غير كتبتسم ابتسامه اللي هي ضعيفه. في واحد النهار كانت ريم جالسه في الغرفه ديالها كتقرا الرسائل ديال سليم في التليفون. كان كاتب ليها: باقي غير اسبوعين على العرس، انا راه واجد باش نهرب بك. في داك النهار ريم كانت كتقرا الرساله وقلبها كيدق بقوه. فجاه سمعت الباب كيتحل، خبات التليفون بسرعه. هنا دخل كريم، وقف في الباب وقال بابتسامه خفيفه: سمحي لي انا دخلت بلا ما نطرق الباب، راه الوالده ديالك قالت لي باش نطلع نشوفك. هنا ريم توترات شويه وقالت: مرحبا. جلس كريم قدامها وقال: انا راه بغيت نهضر معاك شويه. ريم حست بشي حاجه ماشي عاديه. كريم شاف فيها مزيان وقال: ريم، واش باغيه هاد الزواج؟ السؤال خلاها تسكت، ما عرفت شنو غادي تقول. بقات غير كتقول: علاش كتسول؟ كريم نهد وقال: حيت كنحس انك بعيده، بحال قلبك ماشي هنا. ريم حست بالخوف: واش هذا عارف ولا شنو؟ واش عارف شي حاجه؟ ولكن كريم وقف وقال بهدوء: انا راه غير بغيتك تكوني مرتاحه، حيت انا ما بغاش شي واحد يتزوج بيا وهو مجبر. من بعد خرج من الغرفه. ريم بقات واقفه قلبها كيدق بقوه.
ولكن وهي غادا تسد الباب سمعت كريم كيهضر في التليفون في الصالون وقال بصوت خافت: بغيتك تقلب لي على واحد سميتو سالم، حيت كنظن عنده علاقه بخطيبتي. ريم هنا تصبرات في بلاصتها وعرفت ان السر ديالها بدا كيتكشف. بقات واقفه حدا الباب وقلبها كيدق بقوه. من بعد سمعت كريم كيهضر على سالم. رجعت للغرفه ديالها وهي خايفه وبقات كتقول في راسها: الا عرف كل شيء غادي توقع كارثه. ديك الليله ما نساتش، كل مره كتفكر في الهروب مع سالم، ولكن حتى الفكره ديال الفضيحه قدام العائله كانت كترعبها. الغد لي في الصباح خرجت ريم الصالون، لقات كريم جالس مع الاب ديالها وكيضحكوا عادي بحال ما واقع حتى شي حاجه، ولكن النظرات ديالو كانت غريبه، كيشوف فيها بزاف. قرب منها وقال: صباح الخير ريم. جاوباتو هي: صباح الخير. جلست حداهم ولكن القلب ديالها كان غادي يخرج من بلاصتو. شويه من بعد وقف كريم وقال: عافا كريم، نقدر نهضر معاك دقيقه؟ مشات معاه، وقف قدامها، خرج الهاتف ديالو وراها الصوره. كانت صوره قديمه فيها ريم واقفه حدا سليم وكيضحكوا. هنا عينيها بقاو كيشوفوا. قال كريم بصوت هادئ ولكن فيه الغضب: شكون هو هذا؟ ريم بقات ساكته. كريم قرب خطوه وقال: سميتو سالم ياك؟ ريم حسات الارض كدور بها، ما عرفت واش تنكر ولا تقول الحقيقه. كريم بقى كيشوف فيها وقال: انا راه بغيت غير الصراحه. ريم واش كتبغيه؟ الدموع تجمعوا في عينيها، ولكن قبل ما تجاوب سمعوا صوت الاب ديالها كينادي من الداخل ديال الدار: ريم راه الضيفان جاو باش يشوفوك. كريم خبى الهاتف ديالو بسرعه وقال بصوت منخفض: هذا الموضوع راه ما سالاش. من ذاك اللحظه عرفت ريم ان طريق الهروب ولات اصعب بزاف. من بعد ما شاف كريم الصوره بقات ريم خايفه طول النهار، كل مره كتفكر واش غادي يقولها لوالديها ولا شنو، واش العرس غادي يتوقف. ولكن المفاجاه الكبيره وقعت في العشيه. العائله كلها كانت جالسه في الصالون، كريم معاه الاب ديال ريم كيهضروا على التحضيرات ديال العرس. فجاه قال الاب بصوت فرحان: ايوا راه قررنا حاجه مهمه، العرس غادي يكون بعد اسبوع فقط. ريم هنا تحجرات. الام صفقات بالفرح وقالت: ايوا احسن قرار، ما كاينش علاش نطولوا. ولكن ريم كانت حاسه بحال الدنيا كتسد عليها. اسبوع واحد فقط، هذا كيعني ان الوقت ديالها مع سليم كيقرب يسالي. طلعت الغرفه ديالها بسرعه وعيطت لسليم، وهنا جاوبها بقلق: ريم شنو واقع؟ قالت بصوت فيه البكاء: راه قرروا العرس بعد اسبوع. سليم سكت لحظه ومن بعد قال بجديه: اذا ما بقاش الوقت. ريم هنا قالت بخوف: شنو غادي نديرو؟ نهار العرس انا غنكون حدا القاعه، لا خرجتي غادي نهضروا وغادي نهربوا بعيد. ريم قلبها بدا كيدق بسرعه، ولكن كانت خايفه وسليم حتى هو خايف. هنا جاوبها بصوت هادئ: شوفي، راه الحب كيطلب الشجاعه ريم. بقات ساكته شويه ومن بعد قلت لها اللي بلا كلشي: صافي انا غنهرب معاك. سليم نفس بزاف وقالت: راك عارف قلبك غادي يختارني. ولكن ما شعرت ان شي ناقص على المكالمه ديالها. كان واقف على الباب. هنايا كريم عليه كانوا عامرين بالغضب. ريم كان مازال حقا يوقف بها شويه ارتاح. من بعد قررت تهرب مع سليم، ولكن فجاه سمعت صوت من وراها: اذا كنتي باغا تهربي. هنا تجمدت ريم في بلاصتها ودارت ببطء. لقات كريم واقف حدا الباب ووجهه ما فيه حتى شي ابتسامه، عينيه كانوا عامرين بالغضب، وقال بصوت بارد: انا راه سمعت كل شيء. ريم حست الارض كدور بها. كريم انا راه، ولكن ما قدراش تكمل الكلام. قرب منها خطوه وقال: سليم هو نفس الشخص اللي في الصوره ياك؟ دموع ريم بدات كتنزل وقالت بصراحه: انا راه كنبغيه. كريم بقى ساكت لحظه ومن بعد ضحك واحد الضحكه اللي خفيفه ولكن فيها الالم: اذا علاش قبلتي تزوجي بيا؟ ريم مسحت دموعها وقالت: راه ما كانش عندي اختيار، بابا فرض عليا. كريم دار يديه في جيبو وقال: والخطه ديالك تهربي نهار العرس؟ شنو هي هادشي؟ سكتات ريم وهذا كان الجواب. بقى كيشوف فيها لحظه طويله ومن بعد قال جمله ما كانتش متوقعه: الا بغيتي تهربي انا راه ما غاديش نوقفك. ريم بقات كتشوف فيه بدهشه. شنو؟ كريم قال بهدوء: حيت انا ما نقدرش نتزوج بوحده قلبها مع واحد اخر. ولكن قبل ما تفرح كمل كلامه وقال: ولكن خاصك تعرفي الحقيقه كامله على سليم. هنا ريم حست بالخوف: شنو كتقصد؟
كريم قرب منها وقال بصوت منخفض: راه سليم ماشي داك الانسان اللي كيبان لك. قلب ريم بدا كيدق بسرعه. شنو كتعني؟ كريم جاوبها بجمله اللي خطيره: سليم راه عنده واحد السر كبير، لو كان عرفتيه يمكن تبدلي القرار ديالك. ريم بقات واقفه مصدومه، ما عرفات واش تصدق قلبها ولا تصدق كلام كريم. بقات كتشوف فيه ما فاهمه والو، قالت بقلق: شنو هو السر اللي كتهضر عليه؟ كريم نهد وقال: انا راه ما كنتش باغي نقول هذا الشيء، ولكن ما نقدرش نخليك ديري اكبر غلطه في حياتك. ريم قلبها بدا كيدق بسرعه: قول لي الحقيقه. كريم خرج الهاتف ديالو وراها صوره اخرى. في الصوره كان سليم واقف مع شي رجال قدام واحد الكراج وكاينين معاهم سيارات فاخره. وقال كريم: هاد الناس راه معروفين كيدخلوا في مشاكل اللي هي كبيره. ريم هزت راسها وقالت بسرعه: لا سليم ماشي هكا، راه كيخدم وكيعيش بالجهد ديالو. كريم جاوبها بهدوء: انا راه ما قلتش راه مجرم، ولكن راه عنده ماضي ما عاودوش لك. ريم حست براسها كتضيع ما بين الكلام. شنو درتي باش تعرف هادشي؟ انا خليت واحد صاحبي يقلب عليه. سكت اللحظه ومن بعد قال الجمله اللي خلات قلب ريم كيتوقف: راه سليم كان خدام مع واحد الشبكه ديال الناس اللي كيدخلوا في مشاكل كبيره ودار مشاكل حتى هو. ريم بقات ساكته والدموع بدات كتجمع في عينيها وقالت بصوت ضعيف: ولكن هو عمرو قال لي هاد الشيء. يمكن حيت كان باغي يحميك، ولكن ما بغاكش تعرفي الحقيقه. ريم هنا بقات حيره. واش سليم كان كيخبي عليها شي حاجه ولا كريم غير باغي يفرق بيناتهم؟ عيطت ليه وقالت: انا راه خاصني نشوفك دابا. سليم حس بالقلق وقال: شنو واقع؟ جاوبات بجديه: كاين واحد الكلام خاصك تشرحه ليا. ولكن ريم ما كانتش عارفه ان اللقاء ديالهم غادي يبدل كل شيء. خرجت ريم في الليل بلا ما تحس. قلبها كان كيدق بقوه وهي غاديه للمكان اللي عاودات تلقى فيه سليم. كان كيتسناها حدا البحر واقف كيشوف الموج. من شافها جايه ابتسم وقال: توحشتك بزاف. ولكن ريم ما ضحكاتش بحال العاده، وقفت قدامه وقالت مباشره: انا راه بغيت الحقيقه. سليم هنا تفاجأ: شنو واقع؟ ريم شدت نفس عميق وقالت: كريم راه قال لي عندك ماضي مخبي وانك انت مع واحد الناس عندهم مشاكل كبيره. وجه سليم تبدل شويه. هنا فهمت ريم ان الموضوع راه بصح، وقالت بصوت فيه الخوف: قل لي الحقيقه سليم. بقى ساكت لحظه ومن بعد قال بهدوء: انا راه كان عندي ماضي. ريم حست قلبها توجع. شنو درتي؟ سليم نزل راسو وقال: انا راه كنت كنخدم في واحد الكراج وكانوا كيجيو لينا سيارات مسروقه باش نبدلو ليهم الوراق. عيني ريم توسعوا بالصدمه: يعني انت كنتي داخل في هادشي؟ سليم رفع عينيه وقال بسرعه: ولكن انا راه خرجت من داك الطريق وحلفت ما نرجع ليه من نهار تعرفت عليك. ريم بقات كتشوف فيه والدموع في عينيها وقالت: علاش ما قلتهاش ليا من قبل؟ جاوبها بصراحه: حيت كنت خايف نخسرك. سكتت ريم شويه ومن بعد قالت السؤال اللي كان كيدور في راسها: ودابا واش باقي شي واحد من داك الناس كيقدر يضرك؟ سليم سكت. هاد السكوت خلى الخوف يكبر في قلب ريم ومن بعد قال ببطء: كاين واحد الشخص مازال ما نسانيش. ريم حست بالقشعريره: شكون هو هذا؟ جاوبها بصوت منخفض: راه واحد الراجل خطير وسامع باللي انا غادي نتزوج بيك. ريم حست بالخوف كيكبر، ولكن سليم قرب منها وقال بثقه: ما تخافيش، نهار العرس غادي نهربوا بعيد، ما غادي يوصل لنا حتى شي واحد. ولكن في داك اللحظه كان واحد الشخص واقف بعيد كيشوف فيهم وكان كيسمع كل شيء اللي هو كريم. وجهه كان هادئ ولكن الداخل ديالو كان كيغلي وقال في راسو: اذا هادي مازال باغيه تهرب معاه. شاف ريم وهي كتدمع وسالم كيمسح ليها دموعها ومن بعد ركب السياره ديالو مشى بصمت. في داك الليل رجعت ريم للدار وقلبها عامر بالحيره. عرفت ان سليم كان عنده ماضي خطير، ولكن مع ذلك قلبها ما قدرش يبعد عليه. في الغد كان الجو هادئ في الدار وعامر بالتحضيرات. الفستان ديال العرس وصل والصور القريب اللي جاو شبابو الفرح. ايوا بقات غير ايام قليله وغادي تشوفي راسك عروسه بنتي. ريم غير ابتسمت بصعوبه. فجاه دخل كريم الصالون وقال الاب ديال ريم: انا راه بغيت نهضر معاك شويه. الاب هز راسو وقال: تفضل. مشاو للجرده بحال المره اللي فاتت. وقف كريم قدامها وقال: شفتك البارح مع سليم.
هنا ريم تجمدات وقالت بخوف: واشنو كنتي كتعقب عليا ولا شنو؟ جاوبها بهدوء: لا لا، غير صدفة. من بعد قال جملة خلات ريم تصدم: انا راه قررت باش نعاونك. كيفاش غتعاوني؟ نهار العرس نقدر نعاونك تهربي. هنا بقات كتشوف فيه: علاش؟ نهد كريم وقال: حيت ما بغيتش نعيش مع وحده قلبها مع راجل اخر. ريم بقات ساكته، ولكن قبل ما تمشي قال كريم جمله خلاتها تحس بشي حاجه اللي هي غريبه: غير ديري حسابك، بعض المرات الهروب ما كيكونش هو الحل. ريم مشات، ولكن قلبها بقى في قلق، حيت حست ان كريم مخبي شي حاجه. وفي نفس الوقت كان واحد الشخص خطير بدا كيقلب على سليم وكان قريب يوصل ليه. داز الايام بسرعه، بقى غير يوم واحد على العرس. الدار ديال ريم ولات عامره بالناس، الضحك والزغاريد في كل بلاصه، والام ديالها كانت فرحانه بزاف. تقول الباب ديالها معوصه، ولكن ريم قلبها كان عسير. وعقد ديال الهروب في الليل خرجات للبالكو وعيطت لي: جبت بسرعه وغادي نكونوا مع بعضياتنا. ريم قالت: سليم انا مازال خايفه. جاوبها بثقه: ما تخافيش، غدا ملي غتبدا الفوضى ديال العرس غادي نخرجوا من الباب الجانبي ديال القاعه وغادي تلقاني كنتسناك. ريم نهدات وقالت: ان شاء الله. من بعد سدات التليفون وبقات كتشوف في السما. ولكن في داك الوقت كان سليم خارج من الكراج اللي كيخدم فيه، ركب السياره ديالو باش يرجع للدار. فجاه وقفات قدامه سياره سوداء، خرجوا منها ثلاثه ديال الرجال، واحد منهم كان طويل ووجهه قاصح. قرب من سليم وقال بابتسامه بارده: واش نسيتينا سليم؟ قلب سليم هنا ولا كيضرب. عرف هذا الراجل هو نفس الشخص اللي من الماضي ديالو. وقال سليم توتر: شنو بغيتي مني؟ ضحك الراجل وقال: سمعنا باللي غادي تزوج ونسيت الناس اللي كنتي خدام معاهم. سليم جاوب بغضب: انا راه خرجت من داك الطريق شحال هادي. الراجل قرب اكثر وقال بصوت خطير: الماضي راه ما كيهربش منه الانسان فجأة. هنا شدوه الرجال بجوج. سليم حاول يقاوم ولكن كانوا اكثر منه، وقبل ما يركبوه في السياره قال الراجل واحد الجمله اللي خلات سليم يخاف بزاف: غدا نهار العرس ديال الحبيبه ديالك وغادي يكون نهار المفاجاه الكبيره. السياره مشات بسرعه وسليم اختفى. في نفس الوقت كانت ريم كتوجد فستان العرس ديالها وهي ما عارفه حتى شي حاجه. ريم لبسات الفستان ديالها الابيض، شعرها مسرح والماكياج متقن، ولكن قلبها مازال كيضرب. الام ديالها قربت منها وقالت بابتسامه: واخا بنتي، غتشوفي اليوم كلشي فرحان وكلشي ممتاز. ريم ابتسمت ابتسامه ضعيفه، ولكن الداخل ديالها كان الالم الكبير. دخل كريم وقال لها: كلشي واجد، نصيحه مني ركزي على العرس. ريم هزت راسها بلا ما تهدر، ولكن عقلها كان بعيد على الحفل. في وسط الموسيقى والزغاريد ريم خرجت هنايا للجردة تحت حجة التصوير بعد الصور. قفزات ملي شافت الباب الجانبي مفتوح. هذا هو الوقت، قالت فراسها، ولكن فجأة سمعت صوت بعيد. ريم بقات واقفة وراها ولقات واحد من الضيوف كيشير ليها وقال: فين غادي؟ راه العرس بدا. ولكن قبل ما تجي شافت رسالة في الهاتف ديالها من سليم: ريم، انا راه مسجون دابا، حاولي تهربي بلا ما يعرفوك. قلبها توقف من الخوف. الهروب اللي خططاتو مع سليم غدا غادي يكون صعب بزاف. ولكن ريم عرفت حاجه وحده: ما يمكنش تبقى بلا ما تحاول. شدات الفستان ديالها وخدات نفس عميق. غادرت الحفل بهدوء نحو الباب الجانبي، ولكن كانت كتفكر: واش سليم غادي يكون معاها ولا غادي تخسر كل شيء؟ ريم خرجت من الباب الجانبي وهي كتشد الفستان ديالها باش ما تعثرش. قلبها كيدق بسرعه، وكل خطوه كديرها كانت حاسه بالخطر قريب منها. الليل كان ساكت، غير صوت الموسيقى البعيده كيوصل من القاعه. كانت كتفكر هي غير في سليم وكتسول: واش غادي نلقاه؟ واش ما وقع لي والو؟ في وسط الطريق لاحظت ضوء سياره بعيده كتقرب منها. وقفات في المكان ديالها وخافت، ولكن الصوت ديالها داخل قلبها قال: خاصك تكملي، هذه هي الفرصه ديالك الاخيره. فجاه سمعت صوت خطوات من وراها. داز بسرعه، لقات كريم واقف وعيونه عامرة بالدهشة ولكن بدون غضب، وقال بصوت هادي: ريم، شنو كديري هنا؟ ريم حست بالقلب ديالها كيطيح وقالت: انا راه خاصني نخرج، راه سليم في خطر وما نقدرش نبقى هنا. كريم نهاد وقال: راه كنت غادي نوقفك، ولكن شنو وقع مالك؟ قبل ما تجاوب سمعت صوت سيارات كثيرة كتقرب من المكان. عرفات ان الرجال ديال الماضي ديال سليم
وصلوا باش يلقاوها. ما كان قدامها غير قرار واحد، تجري وتخلي كل شي وراها. وبالفعل ركضات عبر الأزقة الضيقة، الفستان ديالها كيتحرك معاها والقلب ديالها كيدق بحال الطبول. في نفس الوقت كان واحد الظل كيتبعها من بعيد، راقب كل حركة ديالها وكل خطوة كديرها. الهروب بدا، ولكن الخطر قريب بزاف ومازال ما وصلت حتى للسلام ديالها. هنا ريم كانت كتجري وسط الأزقة، كل خطوة كتحاول تبعدها على الخطر، ولكن القلب ديالها كان كيصرخ فين هو سليم. فجأة سمعت صوت معروف. ريم دارت بسرعة، لقات سليم واقف قدامها كيتنفس بصعوبة والعرق على وجهه. قال لها بسرعة حركي، هاد الناس راه جاو باش يلقاوني، سربي دغيا. قبل ما تسول سمعوا صوت سيارات كتقرب منهم من جميع الجهات. الرجال ديال الماضي ديال سليم خرجوا من الظلال، وجوههم صارخة بالغضب. هنا سليم شد يد ريم وقال ركزي معايا، غادي ندوزو من الطريق القديم ديال الكراج، غير تبعي الخطوات ديالي. ركضوا وسط الأزقة، السيارات ديالهم الخلف كتقرب بسرعة، وريم كانت خايفة هنا بزاف، ولكن الحضور ديال سليم خلاها تحس بالأمان. في واحد المنعرج واحد من الرجال قرب منهم وحاول باش يمسك سليم بسرعة دار حركة حادة وجبد ريم بعيد على الطريق ديالو. واحد آخر حاول باش يوقف قدامهم، ولكن كريم كان واقف فجأة من بعيد، وقف الطريق ديالهم وقال كريم بصوت صارم إلا قربتوا منها غادي تشوفوا عواقب اللي هي خطيرة. الرجال حاولوا يقاوموا، ولكن فهموا أن الوضع ماشي سهل. استغلوا الفرصة، سليم وريم هربوا بسرعة وسط الظلام. بعد دقيقة من الركض وقفوا شوية باش ياخدوا النفس. سليم شد يد ريم وقال واش باقا ساكتة مالك؟ راه مازال الخطر قريب، ولكن راه غدا غادي نهربوا صافي. ريم شافت في عينيه ولمست الحقيقة، رغم الخوف ديال سليم هو الوحيد اللي كتقدر تثق فيه. بعد الركض الطويل وصلوا ريم وسليم لواحد الدار قديمة مهجورة على طرف المدينة. دخلوا بسرعة وسليم سد الباب وقف حداها وقال هنا نقدروا ناخد واحد شوية ديال الراحة وما يكونش شي واحد كيشوف فينا. ريم شدت النفس ديالها وقالت سليم شكرا لأنك جيتي هنايا وجيتي معايا. سليم ابتسم وقال انا راه ما غاديش نخليك بوحدك، هادشي اللي قلبي كيطلب. جلسوا على واحد الكرسي قديم وبداو كيفكروا في الخطوة الأخيرة، الهروب الكبير نهار العرس. سليم هو يقول غدا نهار العرس أنا واجد لكل شيء، ولكن خاصنا خطة دقيقة. ريم حسات بشي أمل كيكبر في الجسد ديالها، أنا معاك حتى النهاية. سكتوا اللحظة وسمعوا بعيد صوت سيارات. ريم قلبها وقف من جديد. سليم شد يديها وقال ما تخافيش، غدا غادي يكون كل شيء مزيان وغنعيشوا حياتنا بعيد. حسات ريم براحة لأول مرة من مدة، وبدات كتفكر في الحرية ديالها والحب اللي كيتسناهم، ولكن الخطر كان مازال باقي. نهار العرس غادي يكون امتحان كبير، وكل خطوة غادي تحدد المستقبل ديالهم. ريم لبسات الفستان الأبيض وكل شي كان فرحان، ولكن هي قلبها كان بعيد كيتخيل سليم والحرية اللي غادي يلقاوها مع بعضياتهم. سليم كان واقف بعيد على السيارة كيتنفس عميق ومستعد. الساعة دقات والطقوس بدات. ريم كانت كتسنى اللحظة المناسبة. في وسط التصوير والزغاريد سمعت ريم الموسيقى كتخف بشوية وفكرات. خدات نفس عميق وركضات للباب الجانبي. الضيوف ما لاحظوش يعني غير الصوت ديال قلبها اللي كيدق بسرعة. وصلت للسيارة ديال سليم، لقاتو كيتسناها، ابتسم ليها وقال انتي جاهزة؟ جاهزة. ركبوا في السيارة وبدات الرحلة ديالهم، ولكن فجأة سمعوا صوت سيارات كتقرب منهم بسرعة. كانت سيارات ديال الرجال ديال الماضي ديال سليم ضغط على البنزين وزادوا بسرعة. الطريق كان ضيق وصعيب، ولكن العزم ديالهم كان أقوى. بعد المطاردة قصيرة ولكن مشوقة قدروا يفلتوا منهم ودخلوا طريق بعيدة على المدينة والأخطار. في هذه اللحظة وقف سليم على جانب الطريق، شد ايد ريم وقال دابا هذه الحرية ديالنا. ريم ابتسمت والدموع على خدودها، ولكن هذه المرة دموع الفرح. سليم شكرا لأنك خليتني نعيش هذا الحب. سليم دمها وقال حيت الحب الحقيقي كيستاهل المخاطرة. ومن داك النهار ريم وسليم عاشوا حياتهم بعيد عن الماضي بحرية وحب حقيقي بلا خوف وبلا قيود. وهنا كتسالي القصة ديال ريم وسليم، قصة الهروب والحب والمغامرة.